محتاج تعمل برزنتيشن وما عندكش وقت، عاوز برزنتيشن احترافي يبهر الطلاب. تخيل دلوقتي تقدر تبعت المحتوى والذكاء الاصطناعي هيعمل لك عرض كامل بالصور والتصميم والالوان. في الفيديو ده هوريك مواقع تخلص لك الباوربوينت في دقايق وتخليه احسن من اللي كنت هتعمله بنفسك ويكون احترافي وجذاب، وكل ده في دقايق بسيطة. انا مستر عماد عبد الكريم، بحب اشارك معاكم ادوات ذكية ومواقع بالذكاء الاصطناعي تساعدنا في شغلنا وتوفر وقتنا. يلا بينا نبدأ الشرح. دلوقتي هعمل ايه الخطوات اللي همشي عليها واحده واحده. دلوقتي محتاج محتوى علشان ارفعه للموقع عشان يحول المحتوى ده لباوربوينت، بس الافضل ان المحتوى ده يكون مكتوب، يكون نص، ما يكونش ملف بي دي اف. طب انا ازاي هعمل كده؟ ازاي هاخد البي دي اف ده واعمله وورد؟ ففي البدايه هدخل على المتصفح واكتب نوت بوك ال ام. دي اداه قويه جدا واستخدمناها قبل كده في عمل امتحان كامل بالذكاء الاصطناعي. لو شفتش الفيديو هتلاقيه ان شاء الله موجود في القناه. ندخل على أول اختيار ونختار تراي بوك، تراي نوت بوك، ونعمل إنشاء ورقة ملاحظات جديدة. هيطلب مني طبعا تحميل المصدر زي ما عرفنا قبل كده. هرفع له ده الدرس الأول الوحدة الأولى، هرفعه للموقع. هيبدأ طبعا يحمل على الموقع، بياخد طبعا الموضوع ثواني أو دقائق بسيطة. تمام، هو كده حمل المصدر أو الملف بتاعك للموقع. لو ضغطت عليه هيبدأ يعرض لك الملف الشكل بتاعه التفصيلي. تمام، ادي الدرس الاول حالات الماده، وطبعا ده الدرس بالكامل من البدايه للنهايه. تمام، حلو قوي. انا دلوقتي زي ما قلت لكم عاوز ايه؟ عاوز المحتوى ده يكون نصي، يكون وورد. هعمل ايه؟ هاجي في شريط البحث اللي تحت واكتب له الجمله دي: لو سمحت ابعت لي النص بالكامل من المصدر اللي هو الملف بتاعي دون حذف او تغيير او تعديل او اضافه، وارسله لي منظم ومرتب. لازم تلتزم بالكلام ده واكد له على الكلمات دي عشان ما يلخصش المحتوى او يضيف عليها حاجه جديده، الاقي نفسي بشرح او بعمل عرض لدرس تاني خالص وبدوس على ارسال. بيبدا الموقع يحمل ويحول لي الملف ده لوورد، ونشوف مع بعض النتيجه هتكون عامله ازاي. تمام، هو هنا جاب لي الدرس من البدايه تماما. لو ضغطنا هنا كده عشان نقارن ما بين النص المكتوب وبين البي دي اف، هتلاقي هنا الدرس الأول حالات المادة. شايفين جاب حتى أول صفحة بالتفصيل. أهداف الدرس في نهاية الدرس يجب أن يكون قادرا على، ويجيب لك الحاجات دي كلها بالتفصيل. أنا ما يهمنيش طبعا ده والمصطلحات والكلام ده، يهمني دي أول صفحة حالات المادة وخصائصها. تمام، يحاول العلماء كذا كذا كذا، المادة وتعريفها موجودة هنا بالظبط، والسؤال كمان موجود وكل حاجة موجودة. تمام تمام، حلو أوي. أعمل إيه بقى بالنص ده؟ آخد النص ده كوبي من هنا تحت خالص وادخل على اول موقع معانا. انا هشتغل معاك الاربع مواقع واخر موقع فيهم هو المهم والقوي جدا، فركز معايا الاخر. ممكن اي موقع من دول يعجبك لكن اخر موقع بالنسبه لي هو الافضل، وهتعرف ليه المميزات دلوقتي. اضغط هنا واكتب اسم اول موقع اللي هو جاما واضغط انتر. هيفتح معايا الموقع بالشكل ده. اختار اللي هو فيه رمز الجي، اللوجو بتاعه، عشان فيه هتلاقي فيه اشكال تانية، لا احنا عايزين الاولاني ده. تمام، اضغط هنا هيفتح معايا الموقع بالشكل ده. اعمل لوج ان من فوق هنا عشان اسجل بحساب الجوجل بتاعي العادي بدون اي مشاكل. كونتينيو ويز جوجل، اختار الحساب بتاعي. تمام، عشان يفتح معايا الموقع. لما بيفتح الموقع معاك بيظهر لك الحاجات دي، يعني بياناتك، استخدام شخصي مثلا، اي حاجة، ما فيش اي مشكلة. تمام، عشان يظهر لي الثلاث حاجات دول. هنا بيقول لي انت عاوز تعمل باوربوينت من نص، ولا تكتب لي موضوع، تكتب مثلا عنوان بس كده حالات المادة هو يتكلم عنها بمعرفته بالذكاء الاصطناعي، ولا عاوز ترفع لي ملف او رابط؟ لا احنا عاوزين اول اختيار اللي هو انا هحط لك النص عشان يديني نص اشتغل عليه مظبوط ما يبقاش فيه زيادات فيه. تمام، احنا طبعا عاملين كوبي من الموقع، اضغط هنا لاصق بيست. تمام، هيجيب لي كل الدرس بتاعي. طبعا الجزء ده اللي فوق ده انا مش محتاجه، اعلم عليه عادي كده. تمام، واحذفه عشان ما يبقاش ايه
معايا في الباوربوينت ويلخبط لي الامور. تمام. هنزل بقى تحت خالص، اتاكد طبعا كده كل حاجه موجوده، البلازما دي اخر جزء في الدرس، كل حاجه تمام والنص موجود 100 100. حلو قوي. اجي بقى على الاختيارات، هنا بيقول لي generate from notes or an outline. لو انت حاطط له مثلا عناوين رئيسيه يشتغل عليها او يلخص لك هو النص اللي مكتوب ده كله، لا انا عاوز اخر اختيار ده، ان هو يحافظ لي على النص بالتحديد ما يزودش في حاجه. لو انت مناسب بقى بالنسبه لك عاوز تلخص انت الدرس مفيش اي مشكله، بس انا بالنسبه لي انا محتاج الدرس بتاعي يكون كله موجود، ما يبقاش حذف منه اي جزء. واضغط على continue to برومت اديتور عشان يبدا بقى يشتغل ويجيب لي شكل الملف هيبقى عامل ازاي. تمام. بدا يحمل معايا. طبعا هو هنا قسم بقى الموضوع لشرايح. تمام. باجي من الشمال هنا بقى بختار شوية حاجات مهمة جدا. بختار هنا اللغة، طبعا اللغة العربية، وهنا بقى بتختار الثيم أو الشكل اللي أنت عايزه للباوربوينت. في أشكال كتيرة جدا تختار منها اللي أنت عاوزه. هنا الايمج سورس، يعني لو في صور يعملها ازاي يخليها بالاي اي عشان يديك صور جديدة مش مكررة من أي موقع تاني. هنا نوع الصورة خليه مثلا فوتوغرافي أو أي حاجة من دول مفيش أي مشكلة، أو 3 دي مش هتفرق. تمام. حلو أوي. وبعدين بقى اعمل ايه؟ لاحظ بقى هو المشكله في الموقع ده حاجه بسيطه خالص، ان هو بيديك عدد محدد في كل مره، انت هتقدر تعمل بس 10 كارد، يعني بتقدر تعمل 10 شرائح بس. تمام. وبيديك كريدت لكل شرائح، يعني ممكن تدخل بايميل تاني وتعمل 10 تانيين وهكذا. تمام. المواقع التانية هيبقى في مزايا تانية وهتشوف دلوقتي ان شاء الله، ما تستعجلوش، واحده واحده. اضغط على جنريت، هيبدأ بقى يعمل لي ايه الشرايح دي، يكتب هو النص ويظبطه ويعمل لي بقى الشكل بتاعه الجميل مع الصور وكل حاجة. سيبه يشتغل كده مع نفسه لحد ما يخلص خالص، ونشوف هيظهر معانا بالشكل عامل ازاي. بعد ما خلص بيظهر معاه الشرايح بالشكل الجميل ده، بالتنظيم بتاعها بالألوان، كل حاجة ممتازة جدا جدا. دلوقتي عاوز أعرضها، هعمل ايه؟ هضغط على بريزنت، كبر الشاشة ووريني شكل الشرايح هيبقى عامل ازاي لما أشغلها على الباوربوينت. ومن تحت بقلب بختار عدد الشرايح واحدة ورا التانية عشان يظهر لي الشكل الجميل بتاعها. تمام. أنا دلوقتي محتاج بقى إن أنا أحمل الملف ده بحيث يكون عندي على الكمبيوتر. لو أنا عايز أعرضه من الكمبيوتر مش عاوز أعرض من الموقع، أعمل إيه؟ أضغط على إكسبورت. تمام. واختار في طبعا بي دي اف او باوربوينت، انا محتاج طبعا الباوربوينت علشان اقدر اعرضه للطلاب، فاختار باوربوينت. هيبدأ ان هو يصدر ملف ويطلعه لي ونشوف مع بعض هيبقى شكله عامل ازاي. بعد ما اشغل الملف بيظهر معاه بالشكل ده، بيبقى فيه بعض الاخطاء كده في العناوين دي، مفيش فيها اي مشكله، ممكن بسهوله جدا ان انا اقدر اعدل فيها او اغير فيها، دي مفيش فيها اي مشكله. شايفين العرض شكله عامل ازاي؟ نفس اللي في الموقع بالظبط موجود عندك بكل سهوله. لكن العناوين دي نقدر ازاي نظبطها؟ ممكن اعلم عليها واختار بس نوع الخط من هنا المناسب، هتلاقي الخط مظبوط معاك وتمام، مفيش فيه أي مشاكل. مش هياخد منك 5 دقايق. عاوز تضيف بقى انت حركات من عندك، انتقالات زي ما انت عاوز، الشريحة بتاعتك عدل فيها زي ما تحب، الموقع يعمل لك كل حاجة، انت بس ضيف لمساتك الأخيرة زي ما تحب، هتلاقي العرض معاك ممتاز جدا. تمام. خلينا بقى ننتقل للموقع التاني، موقع جامد جدا 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 واحترافي، بصراحة ملوش مثيل، ما شفتش زيه قبل كده تماما. موقع اسمه بريزي. نكتب برضه في البحث اسم الموقع واختار الشكل اللي بيظهر لي ده أول موقع، ونعمل نفس اللي عملناه جيت ستارتد عشان نسجل بالإيميل بتاعنا في الموقع. تمام. الخطوة دي أعتقد ما فيش فيها مشاكل مع حد إن شاء الله. أسجل بحساب جوجل، يبدأ يفتح معايا الموقع ونشوف هنتعامل معاه إزاي. دوس على كونتينيو، هيفتح معايا طبعا الشكل ده. احنا بنختار طبعا الخطة المجانية. تمام. اللي هي في الشمال خالص دي فري. برضو بختار أي اختيارات كده عشان يفتح معايا الموقع، نشوف شكل الموقع هيكون عامل إزاي. الموقع حمل خلاص، عندي هنا اختيارين، أبدأ من فكرة أو برومت مكتوب،
او ان ارفع له ملف. طبعا اتفقنا بشتغل من النص عشان ما يبقاش فيه اي زيادات عندي في النص بتاعي او نقص. طبعا عامل نسخ للنص، بحط النص هنا تمام، وبحذف الجزء الاول بتاع اهداف الدرس والحاجات دي، انا مش عاوز يظهر معايا في العرض. تمام كده، بجيبه كله من البداية كده واعمل له حذف وادوس على جنريت. بيبدأ يشتغل بقى مع نفسه، وهتشوف العرض مبهر جدا في الموقع ده. هنا بيجيب لي العنوان الرئيسية، بضغط على جنريت تمام عشان يبدأ بقى يشتغل. بياخد ثواني ويبدأ يحمل برزنتيشن بشكل رائع جدا جدا. أنا متأكد بإذن الله إنه هيبهركم. بعد ما الموقع بيخلص بيظهر معاك بالشكل ده. نضغط على هنا الجملة دي عشان أبدأ أعرض. شايفين العرض عامل إزاي؟ شايفين الصورة اللي والدها عاملة إزاي؟ مقدمة عن الدرس وهكذا. أبدأ أقلب. شايفين حاجة بسم الله ما شاء الله في منتهى الروعة والجمال، والخطوط والصور كل حاجة ملهاش مثيل بصراحة. بيبدأ بقى يشوف العرض عامل إزاي، يجيب لك أول فكرة اللي بعدها بترتيب يعني بطريقة جذابة تخلي اللي بيشوف مركز معاك طول المحاضرة بسبب شكل عرض الباوربوينت. تمام، حاجة تمام في منتهى الجمال. تمام، يبدأ بقى يعرض لك واحدة واحدة زي ما انت حابب. تمام، عاوز بقى اعدل انا شوية فيه، بضغط هنا جو تو ذا اديتور. تمام، لو انت حابب بقى تعدل النص تزود حاجة كده زي ما انت عاوز. طبعا الشرائح كلها هنا ورا بعضها. شايفين عامل كام شريحة؟ 35 شريحة، يعني تقريبا عامل الدرس كله. تمام، امال إيه المشكلة اللي فيه؟ العيب اللي فيه حاجة واحدة بس، ان هو مفيش فيه خاصية التحميل. عشان تقدر تحمل الدرس بتاعك مفيش، لازم تشترك طبعا بمقابل مادي. لكن ممكن انا اشتغل عادي من الموقع واعمل هنا عرض من بريزنت. ادخل عادي افتح برنامج الزوم او اللي انا بشرح منه اونلاين واضغط على بريزنت هنا. مفيش اي مشكله بالنسبه لي خالص، هيعرض لي الشكل بنفس الطريقه الجميله دي. مفيش اي مشكله عندي. اضغط من الكيبورد سهم يمين وهيعرض نفس العرض بنفس الطريقه. تمام، يعني انا لو هشرح بنفسي هشرح بالموقع ده، ما يهمنيش يكون عندي الملف. انا كفايه عندي بس اللي انا مسجل بالحساب بتاعي في الموقع. ادخل من اي جهاز هلاقي الملف بتاعي موجود واعرض زي ما انا عاوز براحتي. تمام، طيب لو حد بقى مش حابب الفكره دي وحابب ان هو يسجل او ان هو الملف نفسه يكون عنده، نشوف كده الموقع اللي بعد كده. اضغط هنا في البحث واكتب bi.inc بنفس الطريقه كده، هيفتح معايا الموقع على طول. تمام، اعمل هنا اللوج ان زي ما اتعودنا، اسجل برضو بحساب جوجل. اعمل ايه؟ طبعا كريت ويز اي اي. هيقول لي هنا شوية معلومات. اللغة الاول طبعا اخليها العربية. الكاردس عاوز تعمل كام شريحة؟ 10 20 زي ما انت عاوز. المحتوى كونتنت ديتيلد بالتفصيل عشان ما يحذفش اي حاجة. واضغط هنا لصق للنص بتاعي، بياخد لحد 100,000 حرف، يعني طبعا بياخد مساحة كبيرة جدا. واضغط على جنريت. هيبدأ الموقع برضو يشتغل معايا بنفس طريقة المواقع اللي فاتت. بختار من هنا بقى شكل السلايدز بتاعتي بالشكل اللي انت حابه. طبعا هنا في اختيارات كتير جدا لأشكال السلايدز زي ما انت عاوز. تمام، اختار مثلا الشكل ده. هنا بيعرض لك النص بتاع الدرس بالكامل. تمام، بدوس انا على جنريت واسيب الموقع يشتغل مع نفسه، ياخد وقت زي ما يحب. لو الفيديو عجبك وفعلا مستفيد من الحاجات دي، ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب في القناة، واكتب لي في الكومنتات لو فعلا الموضوع ده هيفيدك. اكتب لي هيفيدك ولا مش هيفيدك. شايفين السهولة يا جماعة؟ الموضوع مش محتاج منك أي خبرة ولا أي حاجة. أنت بترفع المحتوى بتاعك، بتحوله للنص، تاخد النص تبعته للموقع، والموقع هو بيعمل لك كل حاجة، بيكتب لك وبيعمل لك الصور، بيعمل لك كل اللي أنت عاوزه، ويسيب لك موضوع التعديل في الآخر. عاوز تعدل عايز تزود براحتك زي ما أنت عاوز. النتيجة عاجباك ومرضية بالنسبة لك، بتسيبها زي ما هي، مفيش أي مشاكل خالص.
الموقع ده بياخد وقت اطول من المواقع التانية لانه حرفيا ما بيسيبش حاجة الا لما يعملها، ما بيسيبش نص الا لما يكتبه، وبينسق وبيعمل صور جميلة جدا. فاصبر معاه شوية، ممكن ياخد مثلا 5 دقايق. تمام، هو كده خلص خلاص وعمل لي كل البرزنتيشن بالكامل. شايفين الصور وشايفين الطريقة والتنظيم، حاجة يا جماعة خرافية، حاجة روعة فعلا. يعني من نص بسيط تقدر توصل للنتيجة دي بدون أي تدخل منك. ده في حد ذاته إنجاز، إنجاز هائل جدا. أضغط برضو هنا على بريفيو عشان يوريني شكل السلايدز هيبقى عامل إزاي. تمام، خلينا نجيب من أول الدرس كده. حالة المادة خصائصها. تمام، يجيب لك صور جنبها كمان معبرة عن النص، مش مجرد نص وخلاص. حاجة جميلة جدا في منتهى الروعة. والميزه الاجمل بقى انك تقدر تحمل الموقع ده، بقى بيديك الميزه دي، بيعمل لك كل الشرائح تمام بالصور بتاعتها. وكمان بيديك الخاصيه ان انت تقدر تحملها عندك على الجهاز بتاعك. تضغط هنا على اكسبورت اور شير. تمام، تختار من هنا اكسبورت. وبرضو عايزين اكسبورت اللي هو باوربوينت. تمام، بياخد وقت بسيط كده على ما يحمل معاك، ونشوف ايه اللي هيحصل مع بعض. بعد ما اخلص عليه هنا خلاص تم التصدير بنجاح. اجي هنا على اكسبورت هيستوري، هلاقي الملف بتاعي، اضغط على داونلود. تمام، لو ما حملش معايا هعمل كوبي لينك. تمام، واجي هنا في تابة جديدة واضغط بيست، هيحمل معايا برضه عشان لو حصل مشكلة معاها. بعد ما يحمل، ده شكل الدرس نشوفه مع بعض. تمام، شايفين يا جماعة بنفس الشكل بنفس كل حاجة زي ما هي. تقدر تعدل برضه، تضيف زي ما انت عاوز براحتك، مفيش أي مشكلة تماما. تمام، حامل لك الدرس بالكامل ب 43 شريحة، يعني عامل لك كل حاجة بالتفصيل. تمام، يبقى في الفيديو ده انا قدمت لك 3 طرق او 3 مواقع تقدر انك تستخدمهم في انشاء الباوربوينت من البدايه خالص بدون اي صعوبات، بسهوله جدا، بطريقه خرافيه. اول موقع، موقع جاما. ده يعمل لك الشرايح بس، طبعا زي ما احنا قلنا محدود ب10 شرايح بس. تمام، بس تقدر منه انك تحمل وتعدل في الملف بتاعك زي ما انت عاوز. الموقع التاني هو موقع بريزي. ده تقدر منه برضه انك تعمل الشرائح بطريقه احترافيه وجذابه جدا ليس لها مثيل، بس ما فيهوش تحميل. الموقع الثالث اللي هو اي ان سي. ده بقى بيعمل لك عرض احترافي جدا وصور وكل حاجه، وتقدر تحمل وتعدل زي ما انت عاوز. شوف الانسب بالنسبه لك في شغلك ايه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير للفيديو، اشترك في القناه، واكتب لي في الكومنتات هل فعلا الموقع والحاجات دي مفيده ليك والفيديوهات دي بتفيدكم ولا لا. وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم.